تعرف القبيلة من اسم العائلة بارتري. اسم القبيلة قبيلة أتشه، يعني القبيلة ديت معروفة باسم المنطقة، يعني المنطقة ديت اسمها منطقة أتشه. فالقبيلة تسمى قبيلة أتشه. أو يعني المنطقة ديت أول منطقة اللي دخل فيها الإسلام. وهي كمان في 3 أسامي العائلة معروفة من القبيلة ديت، يعني توكو، تنكو، وتشوت. يعني لو تشوت ديت خاصة للبنت، يعني لو أنا مش غلطان، لو هي اسمها مثلا في بطلة في الإسلام اسمها تشوت نيا دين، فهي إما من ذرية العلماء أو من ذرية الملوك، يعني رويال فاميليز كده. فهمت إزاي؟ لو مثلا يعني في حد صاحبي اسمه توكو اكلفا. يعني التوكو والتونكو ده بيفرق شويه. شوف بقى، يعني التوكو خاصة للعائلة الملوك أو ممكن عائلة رويال فاميلي. فصاحبي ده اسمه توكو أكلفا، معناه إيه؟ هو من قبيلة أتشه، وكمان من ذرية الملوك تقريبا، أو هو جده من يعني من عائلة الملوك، يعني إما عم الملك أو ممكن حاجات زي كده. فتوكو أكلفا. وهي كمان في حد عالم من علماء اندونيسيا اسمه تانكو. لو التانكو يعني هو معناه من ذرية العلماء، تقريبا من ذرية العلماء. يعني مثلا في حد عالم في اندونيسيا اسمه تانكو زولكرنين. تانكو زولكرنين معناها ايه؟ يعني هو من ذرية العلماء، يعني من جده او اجداده، يعني هو من علماء، كلهم علماء، يعني جده واجداده كلهم علماء. فتونكو ذوالقرنين وتوكو اكلفا، يعني من اول نظرة انت عارف ان هو مثلا من اتشه توكو وتونكو وكمان تشوت. وتقريبا بيفرق شويه في التوكو والتونكو، يعني من ذرية العلماء او ذرية الملوك تقريبا. لو عجبكم الفيديو متنسوش لايك وسبسكرايب. وفي معلومه تانية من القبيله ديت، تقريبا بيبقى شكلهم شويه شوكولات. وهي تاني لا يعني ايبروز بتاعهم زي يعني كثيف، يعني كثيف زي راكلي شويه. انا عارف راكلي يعني ايبروز كثيف شويه. وهي كمان يعني تقريبا ده شكلهم كلهم يعني. لو عجبكم الفيديو متنسوش لايك وسبسكرايب، واكتبوا لي في الكومنتس ايه القبيله اللي انتوا عايزينها اللي انا اقدمها في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. ومتنسوش لايك وسبسكرايب. اشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. اكتبوا لي في الكومنتس يعني ايه رايكم.